المولول الحلوه اللي دارت حاله عندها شهرين وراح دير حاله لهاد العيد. هاد الكاطو قد زينو قد بنتو، عجينتو تقرمش والحشو ديالو راح يبقى لكم هو بلا ما ينشف مع السر باش ما يتكسرش معكم الحبه. وفي عجينه الصابلي حطيت 250 غرام زبده طريه، 2 مغارف كبار سكر كلاص، قرصه الملح، لافاني، مغرفه كبيره تاع الكاكاو، مغرفه كبيره تاع لاباطا تارتين، صفار بيضاء وحبه كامله. ضربت كلش حتى ولات لي كريمه. زدت 2 مغارف تاع المكسرات اي نوع متوفر عندكم ونشفت بالفارينه. العجينه ما لازمش تكون طريه بزاف وما تيبسوهاش تاني بزاف، اما تخلوها ترتاح 4 ساعات في الفريجيدار ولا كي تخدموهم في المول تحطوهم 10 دقائق في الكونجيلاتور باش ما يتكسروا لكمش، ما ترقوش الاطراف تاعهم. وفي قلبهم عبزوهم مليح وتقبوهم بالفرشيطه باش نقدروا نعمروهم. طيابهم كيما الصابلي بصح ما طيبوهمش بريوضه، خلوهم مليح يطيبوا. ويبقى الحشو المفضل عندي هو كي نخلط الفيتين مع الجوز ونطمهم بلا باتا تارتيني، والجهه الاخرى نحط لها باتا تارتيني نوازيت. كيما شفتوا ساهل ماهل. لصقتهم ودركا نروحوا نخدموا الكلاصاج اللي راح نخدموا باتيسي اولي. وخديت 100 غرام تاع لي بيستول، حطيت لها مغرف كبيره تاع الزيت ودوبتها في الميكرو يدوبوا تمتم وزيد ينشفوا تمتم كي تكلاصيو الحبه ديالكم. خيرت ندير تزيين سام، دوبت شويه لي بيستول نوار بلا ما زدت لهم حتى حاجه ودرت دي تخي من الفوق. وهذا هو الكاطو اللي راهو داير حاله في لي ريزو بزاف بنين. احتفظوا بالوصفه، بارطاجيوها وجربوها. سلام.